بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم، ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وحابب أبدأ معاك بموضوع مهم جدا جدا من عند مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي بلغنا اليوم بأن في اجتماع طارئ ما بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ومجلس الإدارة بالكامل لمناقشة آخر تطورات في أزمة أرض 6 أكتوبر ونادي الزمالك، وكمان هيناقشوا فيها إيه الخطوات المقبلة اللي هيتم اتخاذها لحل أزمة أرض 6 أكتوبر ونادي الزمالك. فكل التوفيق للمجلس اللي شغال حاليا على حل الأزمة بشكل ودي، وإنه يدخل أكتر من رجل أعمال كبير في الدولة المصرية عشان يرجع حق نادي الزمالك. كمان خليني اقول لك بعد البيان اللي امبارح نادي الزمالك يعني كان اصدره، فده وضح كل حاجه، وضح كل حاجه للناس اللي هي زي يعني الناس اللي هي مش فاهمه الزمالك عمل ايه عشان يرجع الارض دي، او الزمالك شغال يعمل ايه عشان يرجع الارض دي، حقوق الزمالك في الارض ايه. والزمالك يعني اعترف بكل حاجه في هذا البيان، وقدم يعني شكوى للنائب العام محمد شوقي عشان يقدروا يحلوا أزمة أرض 6 أكتوبر والاتهامات الموجهة ضد نادي الزمالك وبعض الأكاذيب. فده بالنسبة لاجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبة لي بديل نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك وخط الوسط مركز 6 في مباراة وادي دجلة المقبلة. خلاص يعني نادي الزمالك يوم الأحد المقبل هيلتقي بغريم وادي دجلة في الجولة الخامسة من دوري نايل، وده قبل التوقف الدولي اللي هيكون لصالح منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026. هتكون أمام المباراة القادمة أمام إثيوبيا يوم 5/9 بإذن الله. نبيل عماد دونجا في هذه المباراة هيكون يعني استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك للدفع بمحمد شحاتة كبديلا لنبيل عماد دونجا. فكده خط وسط نادي الزمالك هيكون عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، وكمان قدامهم هيكون ناصر ماهر. كمان خلينا نتكلم معاك بالنسبه لحاجه مهمه جدا جدا. يانيك فيريرا الكفتاجي من وجهه نظري ومن وجهه نظر معظم الزملكاويه اللي هم فاهمين طريقه لعب الراجل. خليني اقول لك ان الراجل في يعني مران اليوم الصباحي اجتمع مع مهاجمين نادي الزمالك اللي هم ناصر منسي وعدي الدباغ. الراجل اكد للثنائي انهم على مستوى عالي، ولكن الراجل هيعتمد على عدي الدباغ كلاعب اساسي. ليه يا باشا؟ لان الراجل درب عدي الدباغ في نادي شارلروا البلجيكي وعارف قدرات عدي الدباغ. خليني اقول لك ان اللاعب من موسم والتاني المستوى بتاعه بيتغير، ولكن يانيك فيريرا مش مقتنع بهذا المبدأ. يانيك فيريرا مش مقتنع بالكلام ده. لما انا دلوقتي عدي الدباغ لعب معايا اكتر من ال90 دقيقه اللي هو المفروض يثبت نفسه فيهم، واكتر من الماتش الكامل، ماتشين ثلاثه لعب معايا الراجل، حتى كوره واحده تحسسك ان في كوره في رجله هتتلعب ما حسسهالكش. فانت ازاي كنادي الزمالك او كمدير فني لنادي الزمالك الكيان الكبير تخلي الراجل ده معاك للمواسم المقبله او للمباريات المقبله عفوا؟ ادفع بالبديل بتاعه وشوف مستوى البديل، وبعد كده قرر انت هتلعب من لباقي الموسم. يا عم مش هقول لك تديله المباراه كامله، لا، لباقي الموسم. شوف يا اخي قدرات ناصر منسي. احنا حتى الان خلي بالك الزمالك في 4 مباريات سجل واحد امام اتنين امام مودرن سبورت، ما سجلش قدام المقاولين، سجل واحد امام فاركو كده 3، وسجل 2 امام سيراميكا كده 5 اهداف. ما فيش مهاجم من الزمالك جاب هدف، يعني كلهم اجنحة ولاعيبة وسط، يعني ما فيش مهاجم في الزمالك حاليا. خلينا على ذكر المهاجمين نروح للقناص المغربي أسامة الإدريس. كلنا أو معظمنا عارفين اللاعب المغربي الخلوق أسامة الإدريس، لاعب نادي باتشوكا المكسيكي الحالي وفاينورد الهولندي السابق وإشبيلية الإسباني السابق. خلال الساعات اللي فاتت او كلنا عارفينه طبعا امام من تألقه امام الاهلي. خلال الساعات اللي فاتت نادي الزمالك تواصل مع وكيل أسامة الإدريس ليكون بديلا لنادي الزمالك في يناير، ليكون بديلا للجزيري. الزمالك استفسر من وكيل اللاعب على رغبة اللاعب في المغامرة عن أو الرحيل عن باتشوكا ومطالبه المالية. الزمالك حاليا بينتظر الرد الرسمي. الصفقة دي لو جت الزمالك
ضربة موجعة مؤلمة للغريم، لأنه أصلا كان الأهلي بيفاوض اللاعب، الأهلي كان بيفاوض اللاعب، ولكن المفاوضات ما نجحتش. فلو الصفقة دي اكتملت، وخصوصا إن اللاعب لسه قدامه أكتر من 5 سنين كمان يدي في الملاعب 29 سنة، فالراجل هتبقى صفقة مميزة جدا لنادي الزمالك، خصوصا وإن الراجل هو هداف باتشوكا في الوقت الحالي. بيراميدز وأحمد حمدي. بيراميدز حاليا شغال من تحت لتحت، وشغال في خبز كامل انه يضم احمد حمدي من الزمالك، مستغلا حالة عدم الاتفاق ما بين الزمالك واللاعب. يعني عشان ما اطولش عليكم، لان انا مش عاوز الفيديو يوصل لاكتر من 7 دقائق، خليني اقول لك ان بيراميدز مستغلا حالة عدم الاتفاق بين اللاعب والزمالك على التجديد، حاليا بيحاول يغري اللاعب ببعض الدولارات ويوقع معاه وياخده فري في يناير، لان طبقا للقانون اللي طلعته الفيفا، اللاعب لو هينتهي عقده في نهاية الموسم زي احمد حمدي، يحق لأي نادي التوقيع له في يناير والانتقال له في نهاية الموسم. فده بالنسبة لأحمد حمدي وبيراميدز. نتمنى أن الزمالك يعني يخلص مع أحمد حمدي ويجدد له. وشكرا لكم في النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.